أهلا بيك عزيزي المسافر في قناتنا دردشة سفر. إن شاء الله يوم السبت 3 مايو 2025 اليوم المنتظر اللي كل الناس مستنيينه حرفيا، واللي هيظهر فيه نتيجة اللوتري الهجرة الأمريكية، واللي هتكون الساعة 7 بالليل بتوقيت مصر. في الفيديو ده هشرح لك خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي، وكمان هقولك لو نسيت الكونفirmation نمبر بتاعك تعمل ايه. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اللايك الجميل بتاعك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ويلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا اللي قدموا في اللوتري قبل كده يعرفوا ان الموضوع مش معقد، واللي أول مرة يقدموا فتابع معايا ازاي تستعلم عن النتيجة خطوة بخطوة. أول حاجة هتدخل على الموقع الرسمي لللوتري الأمريكي، هسيب لك اللينك في صندوق وصف الفيديو، واوعى تدخل على مواقع تانية لأن كلها مواقع نصب. وحتى لو لقيت ايميل مبعوت لك انك فزت بالهجرة الأمريكية، اوعى تضغط على الرابط اللي في الايميل لأنه هيطلب منك تدفع فلوس، وده كمان نصب، لأن إدارة الهجرة الأمريكية مش بتبعت أي إيميلات إنك فزت. الاستعلام عن نتيجة اللوتري مجانا 100%، مش مطلوب منك تدفع أي فلوس عشان محدش ينصب عليك، وأهم حاجة إنك تدخل على الرابط الرسمي اللي أنا سايبهولك في وصف الفيديو. بعد ما تدخل على الموقع هتضغط هنا، بعد كده هتلاقي صفحة هتكتب فيها شوية بيانات، وأول حاجة بيطلبها منك الكونفirmation نمبر بتاعك واللي جالك بعد ما أنت قدمت على اللوتري، اللي أنت المفروض إنك عامل له حفظ عندك أو طبعته. ده الرقم اللي هنستخدمه دلوقتي عشان نعرف من خلاله النتيجة. طب لو نسيت الكونفirmation نمبر بتاعك تعمل إيه؟ الموضوع بسيط جدا، مش عايزك تقلق خالص. وأنت واقف في نفس الصفحة ونفس الخانة هتلاقي مكتوب عليها Forgot Confirmation Number، هتضغط عليها هيظهر لك صفحة هيطلب منك شوية حاجات، وأول حاجة هيطلبها اختار سنة برنامج تأشيرة الهجرة، هتختار 2026. هيسألك بعد كده عن اللاست نيم اللي هو اسم العيلة بتاعك، وهتكتبه بالانجلش زي ما انت كتبته في وقت التقديم. بعدها هيقولك اكتب الفيرست نيم اللي هو اسمك الأول، وبعدها هيقولك اكتب الميدل نيم اللي هو اسم الأب زائد الجد. يعني مثلا لو اسمك يوسف محمد احمد سعيد يبقى الميدل نيم بتاعك محمد احمد. بعد كده هيطلب منك تكتب تاريخ ميلادك، وبعدها هتكتب الايميل بتاعك، واخر حاجه هيظهر لك رمز هيقولك اكتبه تاني. بعد كده اضغط على سبميت، هتلاقي ايميل اتبعت لك فيه الكونفirmation نمبر بتاعك، وبكده انت تمام مفيش اي مشكله. نرجع تاني للصفحه اللي بنكتب فيها البيانات عشان نستعلم عن النتيجه. زي ما قلنا هنا هنكتب الكونفirmation نمبر، بعدها هتكتب اللاست نيم اللي هو اسمك الاخير اللي هو برضو اسم العيله، وبعدها هتكتب السنة اللي انت اتولدت فيها، واخر حاجة هتلاقي كود مكتوب هيقولك اكتبه تاني، واضغط بعدها على سبميت. بعد ما عملنا سبميت هيظهر لك النتيجة اللي هتكون حاجة من اتنين. لو ظهر لك زي الرسالة اللي مكتوب فيها has not been selected يبقى انت كده ما كسبتش للأسف. اما لو ظهر لك الرسالة اللي مكتوب فيها you have been randomly selected يبقى انت كده فزت والف مبروك ليك. هيظهر لك في الصفحة حاجة اسمها الكيس نمبر، ده حاليا أهم رقم في حياتك لازم تحفظه عشان ده اللي هتستخدمه بعد كده في كل إجراءاتك اللي جاية. بالنسبة للناس اللي ملهمش حظ السنة دي إنهم يكسبوا، أنا مش عايزك لا تزعل ولا تتضايق لأن دي مش نهاية الكون. في الأول والآخر هي من اسمها لوتري يعني حظ. انت متخيل ان هم حوالي 55,000 تأشيرة لكل دول العالم؟ انت عندك مصر لوحدها بيقدم فيها فوق ال 2 مليون شخص، يعني من الاخر حاجة بتقدم فيها وانت وحظك. كل اللي عليك انك بتجتهد وبتسعى وربنا بيكرم، انت متعرفش الخير فين. لو ربنا عايزك تسافر امريكا هيسبب لك الاسباب اللي تخليك تسافر امريكا، ولو مش عايزك تسافر امريكا يبقى اعرف انه خير ليك حتى لو انت مش شايفه كده، ويمكن حظك يكون في بلد تانية افضل منها. خلي عندك امل في بكره. بالنسبه بقى للناس اللي فازت والف مبروك ليهم، ايه الخطوه اللي جايه بقى؟ اول واهم حاجه مطلوبه منك حاليا هي انك تملى استماره دي اس 260. دي استماره بتكتب فيها تقريبا تاريخ حياتك كله بالتفصيل الممل. تاني خطوه هتحضر كل اوراقك ومستنداتك وتوثقهم في الخارجيه وتترجمهم بالانجلش. تالت حاجه وهي الكشف الطبي. رابع خطوة مقابلة السفارة الأمريكية. ومش عايزك تقلق أو تبقى تايه، كل حاجة من دول هعمل لك ليها فيديو أشرح لك كل حاجة بالتفصيل الممل. وإن شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون شرح كامل لاستمارة دي اس 260 وإزاي تملاها خطوة بخطوة. في النهاية مبروك مرة تانية للفائزين، وإن شاء الله لما كانش ليه حظ السنة دي السنة اللي جاية يكون فرصتهم كويسة. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ولو عندك أي سؤال اكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليك. سلام عليكم.